وفي خبر محزن لنظام شنقريحة، قامت القوات المسلحة الملكية المغربية بعملية استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة. وفقا للمرصد الأطلسي للدفاع والتسلح، نفذت العملية يوم الثلاثاء باستخدام طائرات مسيرة مغربية الصنع. العملية التي اعتبرتها القوات المسلحة الملكية عبارة عن تجربة للدرونات المغربية ومدى فعاليتها، وأسفرت هذه التجربة الناجحة عن مقتل عدد من العناصر المسلحة من عصابة البوليساريو أثناء محاولتهم الاقتراب من الحدود المغربية، وكما أسفرت عن مقتل قائدين ومجموعة من الجنود الذين تبين أنهم جنود جزائريون مختبئين بأعلام ما يسمى البوليساريو. كما قال المتحدث باسم المملكة المغربية: لا يهم جنسيتهم لأن جهنم تستقبل جميع الجنسيات. وقال أيضا أن قصفهم بالدرون المغربية ليس لمحاسبتهم ولكن لإرسالهم إلى جهنم، الله وحده من يحاسب المجرمين وهدفنا إرسالهم إليه سبحانه وتعالى. تعد هذه العملية التي يطلق عليها المغاربة حفلة الشواء هي الثالثة من نوعها التي تنفذها القوات المغربية باستخدام الطائرات المسيرة منذ بداية عام 2025، وقد استهدفت مجموعة أخرى من عناصر البوليساريو في منطقة الحوزة داخل المنطقة العازلة، مما أدى إلى مقتل قائد بارز في الجبهة وعدة عناصر مسلحة. كما شهد يناير 2025 استهداف مجموعة حاولت التسلل إلى المنطقة العازلة قرب بير الحلو، وأسفرت العملية عن مقتل 4 عناصر كانوا على متن مركبتين بعد استهدافهم بطائرات مسيرة مغربية الصنع. المسيرات المغربية أو الدرونات المغربية التي أطلق عليها المغاربة اسم تقرير المصير. فعلا تقرير المصير عندما تكون حفلة الشواء شواء الخنازير البرية على الحدود المغربية وإرسالهم إلى جهنم خالدين أبدا، فهذا هو تقرير المصير. تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات في المنطقة العازلة، حيث تسعى جبهة البوليساريو إلى تحدي الوضع القائم رغم الضربات المتكررة التي تكبدتها في الأشهر الأخيرة، لكنها تحاول جاهدا حضور حفلات الشواء بالحدود المغربية. هي حفلة مفتوحة للجميع، فمرحبا بكم في تقرير المصير، والمرجو أن تأتوا بكثرة، فجهنم عرضها كعرض السماوات والأرض.